أهلا بكم من جديد. معاكم هبة وبقدم محتوى متنوع، واللي حابب إن هو يعرف نوع المحتوى اللي أنا بقدمه هسيب لكم لينكات اليوتيوب والفيسبوك في الديسكريبشن. معانا النهاردة الحلقة التانية من جرائم تم حلها بعد سنين كتير، والنهاردة جريمة بشعة جدا بتعبر عن إن فعلا القاتلين من أخطر المرضى النفسيين اللي ممكن نقابلهم في حياتنا، واتمنى ان احنا ما نقابلهمش اصلا. وزي ما احنا متفقين بان كل التفاصيل بالاسامي هتكون موجودة في لينك المصادر، وهسيبها لكم برضو في الديسكريبشن. في اكتوبر 2015 في شارع الجلاء في مبنى سكني بسيط في المنصورة، قاموا السكان على جريمة بشعة في حق جارة ليهم كانت عايشة لوحدها، وكانت في 40 من عمرها ولم يسبق لها الجواز. بعد وفاة أبوها وأمها فضلت عايشة لوحدها بتكافح في الدنيا، وكانت حسنة السمعة وما كانش حد بيشوف منها أي شيء وحش، بالعكس كانت محبوبة في وسط كل الجيران والناس المحيطين بيها. لما جت الشرطة وعينت مسرح الجريمة وعينت كمان جثة القتيلة، استغرب جدا الضابط اللي بيحقق في القضية إن هو لقى منافذ البيت كلها سليمة، مفيش أي آثار عنف ولا في أي حاجة بتعبر على إن ممكن يكون الشخص ده دخل غصب عن الضحية. ولما بص لجثة الضحية لقاها إن هي فيها كدمة قوية جدا في الراس، ولقى كمان دم كتير عليها. أخدوها على الطبيب الشرعي، ووقتها الطبيب الشرعي لما شرح اتصدم بالشيء اللي لقاه. لقى الضحية مضروبة 3 طعنات في بطنها، وزي ما قلت لكم مخبوطة في راسها خبطة جامدة، وطبعا أنا قايله لكم إن هي ما سبقلهاش الجواز. الطبيب الشرعي لقى فيها علامات اعتداء جسدي، وأكيد انتوا فاهمين أقصد إيه. والأسوأ والأشنع من كده إن هو لقى الاعتداء ده تم عليها بعد ما هي لفظت أنفاسها الأخيرة، وطبعا الطبيب الشرعي هو الوحيد اللي بيعرف يحدد امتى كانت الوفاة وامتى كان الاعتداء حاصل. وقتها الضابط المحقق لما عرف الكلام ده استنكر الجريمة جدا، وحس قد ايه ان مرتكب الجريمة كان بني ادم مليان غل، وبدأ ان هو يسأل كل الجيران، ولكنهم اجمعوا على قول واحد فقط، ان هم محدش فيهم حس بأي حاجة، ولا حد فيهم حتى شاف اي حاجة، وان هي بنت كانت في حالها وكانت عايشة وحيدة أبوها وأمها لحد ما توفوا، وهي كملت المسيرة من بعدهم، وكانت رافضة إن هي تتزوج، ومنعرفش الأسباب إيه. وقتها المحققين احتاروا جدا في القضية، وبقوا مش عارفين يوصلوا لأي تفاصيل زيادة في الجريمة، وكانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا إن هم يوصلوا لأي خيط حتى ولو كان بسيط يوصلهم للجناه، ولكن ملقوش أي شيء ممكن يخلي كل اللي حوالين الضحية حتى كمان قرايبها إن هم يكونوا مشتبه فيهم. واتقفلت القضية ضد مجهول، وعدى لحد 2022، يعني مر عليها 7 سنين. في جلسة ما من الجلسات الغير أخلاقية كان مجموعة من الشباب قاعدين بيهيسوا مع بعض، وطبعا بيشربوا كل أنواع الممنوعات اللي بتذهب العقل. وانتوا عارفين ان الجلسات الغير أخلاقية دي بيبقى الواحد فيها مسطول، وممكن يبوح بسر هو أصلا ما يجيش على باله انه في يوم من الأيام هيطلع منه. وفعلا واحد من اللي قاعدين جوه الجلسة كان خارج عن الوعي جدا بعد اللي هو شربه، وبدأ ان هو يتباهى بجريمة ارتكبها هو وصاحبه من 7 سنين فاتوا، ولكن الشرطة معرفتش توصل لهم ابدا، وعايشين حياتهم ولا على بال الشرطة ابدا ان هم اللي ارتكبوا الجريمة دي. ولكن في وسط الجلسة دي شخص تاني كان واعي شوية عنهم، رغم ان هو قاعد في جلسة غير أخلاقية، ولكن هو كان في قلبه رحمة، استعطاف للضحية، لأن واضح كمان بأن الشباب دول سردوا الأحداث اللي عملوها بالظبط في البنت. ساعتها وقتها تشاور مع أهله، وقتها قرر إن هو يروح يبلغ الشرطة. وفعلا لما راح بلغ الشرطة، الضابط تقريبا وقتها افتكر القضية دي وفتح الملف الخاص بيها، وبدأ إن هو يسترجع ذكريات 7 سنين فاتت في حق البنت اللي اسمها أسماء، اللي هي كانت في الشقة لوحدها ولقوها مقتولة، ومفيش أي علامات بتدل على إن مين مرتكب الجريمة.
ولما عرف الضابط أوصاف الاتنين الشباب وبدأ إن هو يعمل تحريات عنهم، عرف بإن هما الاتنين بيشتغلوا في كافيتيريا، بس تقريبا كل واحد فيهم في كافيتيريا شكل، وإن هما الاتنين كمان جيران الضحية، وتقريبا ان في واحد فيهم يبقى قريبها، بس انا مش متأكدة من المعلومة دي قوي. بس هتلاقوا زي ما قلت لكم كل اللي بقوله في اللينك الخاص بالمصادر في الديسكريبشن. وقتها الضابط جمع القوة وراح قبض على الشابين دول، كريم 27 سنة ومحمود 27 سنة. لما ضيق الخناقة عليهم في التحقيقات اعترف واحد منهم وقال ايوه انا اللي ارتكبت الجريمة، وكان صاحبي بيساعدني، وان هو وقتها خطط مع صاحبه ان هم عايزين يسرقوها طالما هي عايشة لوحدها، يشوفوا لو كان عندها حاجة كبيرة قيمة يحاولوا ان هم ياخدوها. وقتها هم فكروا بان هم يسرقوها عن طريق ان هم يهجموا عليها وهي داخلة للبيت بتاعها، وتقريبا كان مكان سكنها كان فوق خالص قريبة من السطح، لان في التحقيقات هو قال انه كان هو وصاحبه قاعدين في السطح يوم تنفيذ الجريمة، ولما هم سمعوا ان هي جت وبتفتح الباب هجموها فجأة من ورا وقاموا زقينها على جوه وقفلوا الباب. فحاولت البنت ان هي تستغيث، ولكن منفذ الجريمة كممها من بقها وقام ضربها 3 طعنات، كان لسه فيها تقريبا الروح بس كانت بتنازع، فقام رزع دماغها في حرف ترابيزة وحصل لها إغماء، وفي اللحظة دي كمان لفظت أنفاسها الأخيرة. وبدأ الصديق التاني ينفذ مهمته بأنه يدور على الممتلكات القيمة داخل الشقة، وكمان يشوف لو كان فيه فلوس، ولكن اللي قتل البنت كان ليه خطة شيطانية أكتر مليون مرة من مجرد بس سرقة. وقتها هو شال البنت الضحية ووداها أوضة النوم، وصاحبه شافه وراح وراه، فهو عرض عليه ان هو يحب انه يعتدي عليها رغم ان البنت خلاص بقت جثة هامدة، وقد ايه قمة في القذارة والوحشية الفكرة اللي جات له ديت. وقتها صاحبه اللي كان بيسرق قاله لأ ورفض ومشي وسابه، بس فضل موجود برضه جوه الشقة، ونفذ الشيطان خطته التانية بان هو اعتدى على البنت وهي جثة هامدة. ولما خلص فضل 4 ساعات موجود جوه الشقة عمال بينظفها من كل البصمات وآثار كتيرة جدا ممكن توصل ان هم يكتشفوه. وطلع بيته واخد دش وغير هدومه ولفها كلها بأداة الجريمة في كيس، وبعد ما خلص كل حاجة راح رماهم في مكان بعيد ورجع بيته تاني، وفضل قاعد جوه البيت لفترة طويلة. وقت ما الشرطة اكتشفت الجثة وجم خبطوا عليه عمل نفسه ان هو ميعرفش حاجة وان هو موجود في بيته طول الوقت، ولكن هو مسمعش حاجة، وده كان نفس أقوال بقية الجيران. وقتها الضابط المحقق استغرب جدا وقال له انت كنت ناوي ان انت تسرقها، وكنت ناوي انك انت تاخد محتويات الشقة وكمان قتلتها، ايه فكرة انك انت بعد ما عملت كل ده وانها كمان بقت جثة هامدة قررت ان انت تعتدي عليها؟ وقتها الشاب ده حكاله حكاية عن نفسي انا ما صدقتهاش، لان مرتكب الجريمة اصلا ما عندوش ذمة ولا ضمير، فممكن في منتهى البساطة عشان يخفف عليه حكم الاعدام. وقتها قال بان انا وانا كنت صغير كان في مدرس في نفس العمارة بيديني درس، ووقتها المدرس ده كان في وقت من الأوقات لقيته دخل عند أمي جوه المطبخ، وأنا جريت وراه عشان أشوفه رايح لماما ليه، لقيته إنه بيحاول إنه هو يتحرش بيها جسديا، وأكيد انتوا فاهمين قصدي. ساعتها ماما شافتني وأنا شايف المنظر ده، وساعتها المدرس لما شافني اتخض هو كمان وقام خد بعضه ومشي. وقتها أمي قعدت تهديني بسبب الخضة اللي أنا اتخضتها، ووقتها قعدت تنبهني وتتحايل عليا كتير إن أنا ما أقولش لبابا على الموقف اللي حصل ده. أنا اضطريت عشان كنت متعلق بأمي جدا إن أنا أسكت عن اللي أنا شفته، لكن من جوايا قلبي مسكتش، والغل اللي جوايا فضل يكبر مع الوقت حتى بعد موت المدرس. وقررت إن أنا لازم أنتقم من المدرس ده في بنته بعد اللي هو عمله في أمي. طبعا قصة كانت غريبة جدا محبوكة، والله أعلم إنها ممكن تكون حقيقية ولا لأ، بالنسبة لي أنا مش مصدقاها. والأغرب من كده كمان اللي بيخليني إن أنا مش مصدقاها إن ليه أصلا الأم
ممكن تخبي على جوزها ان مدرس ابنها المجرم اتحرش بيها فعلا في وقت من الاوقات. بالعكس، لو كانت قالت لجوزها بان المدرس ده اتحرش بيها وقتها وان ابنها كان شاهد على الواقعة، كان راح المدرس ده في داهية. طبعا مين المدرس؟ يبقى أبو الأربعينية الضحية اللي فضلت القضية بتاعتها لمدة 7 سنين غير محلولة. ولكن كلنا عارفين بأن مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة، وتحولوا الجناه فعلا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ولسه جاري تفاصيل التحقيق معاهم. وإن شاء الله بإذن الله قريب نسمع حاجة تسرنا بأن هم اتحكم عليهم بالإعدام. وبالمناسبة تم القبض عليهم في شهر 8 اللي فات من السنة 2022. أتمنى تكون القضية وضحت ليكم لو ما كانش حد عارفها، وأتمنى أن يكون سردي للقضية عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم قريب في فيديو جديد. كانت معاكم هبة.